يا مساء الخير او يا صباح الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. فيديو النهاردة اتطلب مني كتير جدا، وبناء على رغبات المشاهدين لازم ألبي لهم كل رغباتهم. اعملي لنا يا بوسي فيديو للسبونج كيك بكل تفاصيله، بكل الادوات اللي بتستخدميها فيه. الفيديو ده هيبقى فيه كل التفاصيل. لو انت اول مرة تعملي تورتة في حياتك هتطلعي من الفيديو ده مستفادة 1000000%، وان شاء الله هتعملي احلى وانجح تورته بالكيك الاسبونج. وزي ما انت شايفه الموضوع سهل وبسيط جدا، مفهوش اي تعقيد. وهقولك على كل الخامات وكل الادوات اللي هنستخدمها، بلس هنعمل كمان سبونج الفانيليا وسبونج الشوكولاته. الفيديو النهارده ضامن بالاتنين. نسمي الله وندخل على طول على الفيديو. اول حاجه معانا هنا البورد الدوار دوت، بنحط عليه التورته اللي بيسهل علينا التزيين جدا، وسعره مش غالي يعني، في المتناول. ومعانا هنا اكياس الكريم جانتيه، دي بتبقى سهله، والباكيته دي ارخص بكتير ما تجيبي بالكيس يعني. معانا هنا السكرابر ده، الكيس اللي كان فيه قطع بيضة، ده السكرابر بكل انواعه. ومعانا شريط الفاكيوم لو عايزة تغلفي بيه التورته وتسهل عليك ان انتي ما تجلسيش. المنشار ده حلو جدا جدا لتقطيع التورت. طبعا الصينيه بتاعه الاسبونج دي حلوة جدا برضو، بتبقى بتساعد على نجاح الاسبونج، وممكن تستبدليها بأي صينية عادية بس تكون حجمها واسع. ومعانا طبعا بدون غنى عنه المضرب الكهربائي او العجان. طالما هتعملي كيك سبونج مش هينفع مضرب يدوي نهائي. وطبعا الاساسي معانا الجرام، علشان مكوناتنا لازم تتوزن بالجرامات. نجاح اي وصفة بالمقادير بتاعتها وظبطة المقادير بتاعتها. الميزان سعره مش غالي دلوقتي، سعره في المتناول، فضروري وجوده في كل بيت يعني. معانا هنا البيض لازم نختبره بالشكل ده، علشان ما ينفعش نحط البيض كله في البولة الكبيرة، فرضنا فيه بيضة مش كويسة هتبوظ كل البيض اللي معانا. المكونات نزلت على الشاشة اهي، اللي حابب ياخدها سكرين شوت تسهل عليه الدنيا. معانا نص كيك نص دقيق سبونج، ده بيتباع عند بتاع الحلويات على طول. ومعانا 6 بيضات، ومعانا الفانيليا والخل، ونص كوباية مية من الفلتر عادي جدا، مية عادية. والمقادير عندك اهي زي ما بشاورلك لو حابه تاخديها سكرين شوت. السبونش الكيك السبونش ده يعتبر من السهل الممتنع، اي حد يقدر يعمله، اي حد يقدر ينفذه. ما تستصعبوش الموضوع. في ناس كتير بتستصعب الفكرة، لكن صدقوني جربوها بنفس الطريقة دي وبنفس المقادير دي، هتطلعوا انجح واحلى تورته او تورته بالكيك السبونش بتاعك. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كل المكونات في العجان بتاعي ودمجتها كلها مع بعض. هتأكد امتى ان انا كده الدنيا تمام؟ مجرد ما حجم الخليط بتاعك يتضاعف بالشكل اللي انت شايفاه ده، طبعا شفته قبل وبعد الفرق واضح جدا. الحجم تضاعف واللون افتح خالص، ساعتها تعرفي ان خليط الاسبونج بتاعك جاهز ان هو يدخل الفرن. بدأت معاكم بسبونش شوكولاتة، وهنعمل دلوقتي سبونش الفانيليا، بس كملوا معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله تطلعوا منه مستفيدين 1000000%. جبت هنا الصينية بتاعتي وغلفتها بورق الزبدة زي ما انتوا شفتوا كده، ونزلت بالخليط زي ما انتوا شايفين الخليط قد ايه انسيابي وعامل زي المرنج كده، تحفة 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 بجد. وطلع لي يعني كيك سبونش ناجح 1000000%. هتشوفوه كمان. اهم حاجة في خطوات الفرن ان انت الفرن يكون مسخن مسبقا، يعني تكوني مولعه عليه في بدايه تجهيزك خالص للكيك السبونج، وتحطيه في الرف الاوسط على درجه حراره 180. اهم نقطه برضو ان انت ما تفتحيش عليه خالص خالص غير بعد تلت ساعه او ازيد، يعني حسب درجه حراره الفرن بتاعك. هنا انا سيبته لغايه ما المده عدت، واختبرته بالخله طبعا قبل ما اطلعه، واتاكدت ان هو مستوي تماما من كل الجهات. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله ارتفع خالص ازاي، ويعتبر يعني كان فاضله سنه ويبقى مالي الصينيه كلها، رغم ان الصينيه ارتفاعها كبير جدا. طبعا كل الكميه دي من نص دقيق سبونج فقط لا غير. تمام، طلعي على شبكة علشان طبعا يتهوى، وبتختبريه بالخلة كده. اهم حاجة من جهة من نص اساسي، ومن اي جنب تاني كده، عشان تتأكدي ان هو استوت 1000000%. زي ما انتوا شايفين الخلة طالعة نضيفة خالص، يعني ما شاء الله استوت وبقت جميلة. نشوف بقى السمك بتاعها عامل ازاي، يعني ما شاء الله من نص كيلو سبونج عملنا منه الكمية دي، او عملنا منه الارتفاع الحلو ده.
وهنقطعها ل4 أجزاء، وكان كمان في إمكاني إن أنا أقطعها ل5 أجزاء، بس أنا ما كنتش عايزة أكتر الطبقات أكتر من كده. زي ما انتم شايفين بعد ما بتطلع بنغلفها أهم حاجة، ونرجعها نحطها في التلاجة ليلة كاملة عشان تساعدك في التقطيع وعشان ما تفرولش منك. انا هعمل معاكم خطوة التقطيع فقط، وخطوات التزيين عندكم على القناة. لو حابين تشوفوا طرق لتزيين التورت هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن بوكس. عاملين برضو طريقة تزيين للمبتدئين حلوة جدا، مش هتعبك خالص. اول حاجة بنعملها بنشيل الجزء اللي فوق الوش ده خالص، لان هو بيبقى مش لطيف، يعني بيبقى فيه زفارة البيض وبيبقى مش حلو يعني. اوكي، وهنبتدي بقى نحط يعني لو عملتي درجة المنشار بتاعك على 9 كان هتطلع معايا 5 اجزاء، لكن انا ما كنتش حابة زي ما بقولكوا اعملها اكتر من 4 اجزاء. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. سهلة جدا في التقطيع. ليه؟ لان انا سبتها ليلة كاملة في التلاجة، ليلة كاملة يا بنات. تمام، تأكدي كده ان انتي في الاتجاه الصح، عشان طبعا الغلطة بفور. تمام كده، وابتديت ادي اهو. والجزء اللي هناك ده هنجيبه ونقسمه لجزئين. بس كده، موضوع سهل وبسيط جدا ومش محتاج اي تعقيد. 4 اجزاء، وهتزيني بقى زي ما انت عايزة. ندخل على كيك الفانيليا. كيك الفانيليا نفس المقادير بتاعة الكيك الشوكولاتة، بيختلف ان الدقيق السبونج اللي بتجيبيه من الراجل بتاع الحلويات بتقولي له عايزاه سبونج فانيليا. برضو نص كوباية مية من الفلتر والست بيضات، ومعانا طبعا رشة ملح، ومعانا الفانيليا، واساسي الخل علشان يطلع لك الكيكه فاتحه. انا ما حطيتش الخل، بس هوريكم دلوقتي وانا بحط الخل. انا هنا حطيت معلقه خل صغيره، فعلا بتساعد على ان الكيك بتاعك بيبقى فاتح وهش وجميل جدا. تمام، هنا برضو حطينا كل المكونات بتاعتنا في العجان، وابتدينا نخفقها لغايه زي ما بقول لكم الحجم بيتضاعف واللون يفتح بالشكل ده. من احلى الكيكات اللي ممكن تدوقيها في حياتك هي كيك الفانيليا او كيك السبونج الفانيليا. حقيقي بتبقى يعني حاجة كده توديكي دنيا تانية. ممكن تكتفي بيها كده، تحطي عليها صوص شوكولاتة بتبقى حلوة جدا. حابة تعمليها تورتة انتي وراحتك. موضوع سهل وبسيط، مبياخدش وقت ولا جهد تماما. بيدوبك بتحطي المكونات كلها مع بعض وتشغلي المضرب بتاعك. هنا دي صينية عادية جدا من غير صينية سبونج ولا اي حاجة. انا حبيت اعمل لكم في الفيديو الطريقتين علشان اللي ما عندوش صينية سبونج ما يبقاش مضطر لحاجة. اهي صينية عادية جدا اللي هي صينية مقاس 28 تقريبا، وعملت لها حواف كده بورق الزبدة علشان الكيك السبونج بتاعي هيرتفع طبعا، وهتشوفوا دلوقتي هيرتفع ازاي يعني ما شاء الله. وبرضو الكمية دي من نص دقيق سبونج، ما بزودش عن 500 جرام. تمام، الست بيضات، النص كيلو سبونج بياخدوا 6 بيضات، لو كيلو بياخدوا 12 بيضة. لو حابة تعملي مقاس كبير يعني، وتبتدي تخبطيها كده عشان تفرغي اي هوا موجود، وتدخل على حرارة على فرن مسبق التسخين، وعلى درجة حرارة 180 الرف الأوسط. تختبريها طبعا بالخلة برضو قبل ما تطلعيها، وهنشوفها دلوقتي وهي طالعة ما شاء الله عليها تحفة تحفة تحفة. الطعم كمان كان خرافي بجد والله العظيم، مش مبالغة ومش عشان أنا اللي عاملاه، بس حقيقي كل اللي دقها انبهر من جمالها. اهي، وهنبتدي نقلبها بقى ونشيل ورق الزبدة. ولازم لازم اي كيك سبونج واي تورته تفكري تعمليها او تزينيها تبيتيها ليلة كاملة في التلاجة علشان ما تفرولش منك، وعشان تبقى سهلة كمان في التقطيع، ما يواجهكيش فيها اي مشكلة. اوكي، ابتدينا هنا نشيل ورق الزبدة. هنجيب بقى الاسترتش رول ونبتدي نغلفها كويس جدا، ونسيبها ليلة كاملة برضو في التلاجة. حبيت اجمع لكم النهارده كل المعلومات عن الاسبونج والادوات اللي بنستخدمها وعندك عندك صينيه سبونج اوكي، ما عندكيش نقدر نحل الموضوع ده ازاي. والتورته طبعا المستطيله دي بتبقى ما شاء الله يعني بتكفي عدد اكبر،
وكمان في الطعم بيبقى طعمها حلو جدا. الاتنين الصراحة كان طعمهم تحفة. ونبتدي نغلفها كويس كده بالاسترتش رول، وبعد كده نحطها في التلاجة ليلة كاملة، وتطلعيها تاني يوم تقطعيها وتشتغلي فيها براحتك. هنا بعد ما طلعتها زي ما انتم شايفين كده جبت المنشار بتاعي. هيا بنات اللي حابة تعمل مشروع التورت ده، هي الادوات مش هتكلفك كتير قوي يعني، لكن موضوع مربح جدا، وان شاء الله ربنا يرزقكم ويكرمكم من واسع كرمه وفضله يا رب. والموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي تعقيد ولا محتاج اي حاجة. نبتدي نشيل الجزء اللي على الوش ده زي ما بقول لكم علشان بيبقى فيه زفارة البيض، وتبتدي بقى تقلبيها كده وتجيبي المنشار بتاعك على اقل درجة وتبتدي تقطعي. يعني انا هنا ما حبيتش برضو اكتر في الطبقات، اكتفيت ان هي تبقى 3 طبقات بس، لان زي ما بقول لكم ده نص دقيق اسبونج فقط لا غير. بصوا من جوه فاتح ازاي، الفتحان ده بسبب معلقة الخل اللي حطيناها، لان الخل بيساعد على ان الكيك من جوه يبقى هش وطري ولونه فاتح بالشكل ده. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجابكم، وان شاء الله تطلعوا منه مستفيدين كده بمعلومات حلوة، واللي عايز يعمل تورته يعملها وانا معاكم، واي استفسار ليكم انا هرد عليكم في التعليقات. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم في فيديو جديد.